مرحبا. دايما الناس كلها بتذكر المصريين في كل دول العالم بالأدب والأخلاق والرقي والوقار، ودايما يقولوا لك عندهم حتى وقار واحتشام في فكرهم، في انهم ما ينزعوا الألقاب بينك وبينهم، في ان في احترام متبادل، في ان في تقدير متبادل. لذلك تجد ان المصري على مر العصور ولله الحمد هتجد مفيش جريمة، وقد تكون ضئيلة وقد تكون معدومة، ولله الحمد كلنا بنترك بصمة طيبة في البلاد اللي احنا رحناها. تجد عكس الكلام ده تماما وعكس الموضوع ده تماما بيحصل. المفروض انها في ارض الحجاز في السعودية، واحد معتمر داخل يعتمر يجد ضابط دنيء رديء طالع من بيت عنده عقد نفسية، عندوش احترام لذاته، ما عندوش تقدير للآخرين، ما عندوش حتى احترام لبيت الله اللي هو واقف حارس عليه. أهان امرأة أيا كانت جنسيتها، اعترض رجل مصري بيقول له عيب، تطاول على المصري، ونجد ان السلطات قبضت على المصري. انتوا بترهبوا الناس، بتهددوا الناس ان هم داخلين يعتمروا، انهم داخلين يحجوا بيت الله، بترهبوا الناس. وبعدين احنا قلنا مليون مرة الدنيا ما اقتصرتش على الحج. ربنا عز وجل لما جعل الحج جعله الركن الخامس، ما جعلوش الركن الأول. انت لو رصفت شارع بيأذي المرة في الطريق اعتبر ان دي عمرة ربنا هيجازيك عليها، لانك انت احديت الأذى عن الطريق. لو حضرتك دخلت دار أيتام وأكلت سنة أيتام، حضرتك ضمنت مكان في الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. أنت لو رحمت ضعيف كبير سن وجبت له الأدوية وجبت له العلاج بتاعه المطلوب، هتضمن أن ربنا عز وجل يرضى عنك العمر كله، لأنه وصانا بكبار السن. فانت الحج والعمرة المفروض ان انتوا بعد ما شفتوا ان الفلوس بتتاخد تدفع جزية للامريكان وغيرهم، توفر الفلوس دي للناس اللي محتاجاها. ارض الانبياء هنا في تركيا أرفا، المكان اللي ولع في النار في سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وسيدنا شعيب وسيدنا أيوب. أرض الأنبياء معروفة هنا في أرفا. تجد قد إيه الاحترام والتقدير للتعامل معاك وللرقي وللتحضر. سيد الخضر، لو جيت تدخل سيد الخضر نفسه شوف الرقي في التعامل. تروح بعيد ليه؟ تعالى أرض العراق اللي هي المفروض، يعني مش عايزة اقول لكم يعني مش عارفة اقول ايه بصراحة، مش لاقية مسمى اوصفهم به. ارض الرافدين، ارض الانبياء، ارض احفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ارض الحق، حاجات كتير انا مش عارفة، مش مرتبة لها ان انا اقول. ارض العراق سنويا بتستضيف 20 مليون زائر لبيوت الله الصالحين، لأحفاد النبي، لسيدنا الحسين ولسيدنا الإمام علي بن أبي طالب وغيرهم 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 من بيوت الله الصالحين. راح شوف الرقي والتعامل، ايه الجمال ده. من احتراما من على الباب، ممنوع ان انا ادخل من غير شراب، ممنوع ان انا ادخل بملابس كاجوال، لازم البس العباية الزينبية، ممنوع ميك اب، لازم اغسل وشي تماما. الاحترام والتقدير انك داخل بيت الله، الاحترام والتقدير انك داخل بيوت الله الصالحين. تعالى اتفرج على الرقي والتعامل جوه لما تتقابل مع ضابط جوه ولا تتعامل معاه. يعني التليفونات بتتاخد مننا على الباب، كان نفسي اتصور جوه، طلبت من الضابط قال لي اديني رقمك وصورني وبعت لي الصور. في رقي وتحضر في التعامل، في انسانيه ورحمه ومبادئ. لكن واضح ان خلاص السعوديه ما بقتش للعرب او للناس اللي عايزين يروحوا يحجوا او الكلام ده كله، هم بالنسبه لهم مصدر اموال، يلموا الملايين عشان يدوها للامريكان عشان يضمنوا ان هم ايه، دفعوا الجزيه ما حدش يأذيهم، لان ما عندهمش حد يدافع عنهم، ما بيعرفوش يدافعوا عن نفسهم. فاحنا بنقول يا ريت يا ريت تقطعوا الحج خلاص لحد ما يجي بقى ايه ربنا عز وجل ويزيح الغمه دي ويعدلها ربنا بعدها.
مع العراق 20 مليون زائر سنويا، والرحمة والإنسانية والأربعينية عندهم بتجد الخير مرمي في شوارع في شوارع العراق من أول البصرة لحد بغداد. يعني دواء محافظات ومحافظات ومحافظات. أرض فعلا زي ما قيل فيها إن ما بيدخلش فيها حد لما يتجبر خاطره، مفيش حد يطلع منها مكسور الخاطر. أرض تحب تعيش فيها من ناسها وجمالهم وإنسانيتهم ورحمتهم ومبادئهم وتربيتهم وأخلاقهم العالية، وكأنهم هم والمصريين سبحان الله وجهتين لعملة واحدة في الاحتشام الفكري والأخلاقي والتربية والرقي. روح اتفرج الفرق الشاسع ما بين مكة المكرمة وما بين كربلاء المقدسة، هتجد فرق شاسع في الرقي والتعامل والإنسانية والرحمة والمبادئ. تعالى اتفرج، 20 مليون بيزوروا العراق سنويا، 5 مليون بيزوروا المدينة مكة المكرمة سنويا، وبيتعاملوا أسوأ معاملة. المصري لم يسيء للضابط السعودي، ونجد ان السلطات تقبض على الضابط السعودي. عمل لك ايه؟ الكره والحقد الدنيء اللي مالي قلوبكم مش عاجبكم ما تدخلوش مصريين، مشونا. انتوا لو لاقيين بديل اصلا للمصري الدكتور والمدرس والمحاسب اللي في بلدك كنت مشيت المصري من زمان، بس انت عارف ان انت محتاج المصري اللي عندك. فيا ريت تتعلموا يعني ايه ادب التعامل مع الاخرين، تتعلموا ادب التعامل مع بيت الله، مع ضيوف بيت الله. دي مهزله وقله ادب اللي اتعمل مع المواطن المصري ده. وانا بناشد وزاره الداخليه ما تسكتش عن اللي حصل، وتشوف المواطن المصري راح فين وجاي منين ووصل لفين دلوقتي. شوفوا الناس حواليكم بتعامل الناس ازاي، وتعلموا الرحمه والانسانيه والمبادئ اللي انتوا اعدمتوها بدري. يا ريتكم تتعلموها من المصريين والعراقيين واللبنانيين وغيرهم، كيف التعامل مع الآخرين باحتشام ورقي، احتشام فكري وعقلي قبل ما يكون احتشام جسدي.